معانا فيديوهات بجد يعني ربنا يرحم كل الناس اللي ماتت، لان بجد دي حاجة صعبة جدا جدا جدا، وقدرة ربنا فوق كل شيء. يعني سبحان الله، في ثانية كده بيوت اتدمرت وناس ماتت وكل حاجة تخطر على بالك حصلت في ثانية. فربنا يرحم كل الناس اللي ماتت، وربنا يشفي كل الناس المصابين، وربنا يعدي الايام دي كلها على خير، لان احنا شكلنا داخلين على ايام يعني ربنا زعلان مننا، غضبان مننا فوق يا بني ادمين. سبحانك انت يا رب. وكمان انا عاوز كل الناس اللي بيوصل لها الفيديو ده واللي بتشوف المواقف الصعبة جدا دي تدعي من قلبها ان ربنا يستر مصر ويستر شعبها ويبعد عنها الزلازل، لان احنا مش قد الزلازل ومش قد اللي احنا نشوف حاجات زي كده بتحصل عندنا. فرب يكون في عون الناس اللي حصل لها الكلام ده ويصبر قلبها، لان اللي حصل ده مش طبيعي. انا بتفرج وكأني بتفرج على افلام، مش يعني اول ما اتفرجت ما تخيلتش ان ده حقيقي بصراحة. يعني انا بتكلم بصراحة معاكم ومتعودتش ان انا اخبي حاجة عليكم ابدا. امال ده ايه ده؟ ازاي يبقى بيت واقف زي الفل كده وهوب يقوم واقع كده حتة واحدة؟ فطبعا ما تخيلتش بجد ان ده حقيقي خالص، او ما حضرتش انا في حياتي حاجة زي كده شفتها على الطبيعة. فربنا يسترها، ربنا يسترها ويحفظنا كلنا ويحفظ الدول العربية كلها بإذن الله. حاجة صعبة جدا جدا جدا.